السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا الصورة النمطية اللي متاخدة عن الرضا ان هو مشهد لواحد قاعد تحت كوبري، وبيجي واحد من أية القوم وقدم له فلوس يقول له لا يا باشا تسلم انا راضي عن حالة. ودي انا شايفها صورة يمكن هي السينما او الافلام هي اللي مصدراها، وهي مش صح خالص، برغم ان اصلا ممكن انا او انت او حد من قرايبك مثلا ما يبقاش راضي عن حاله. برغم ان هو مثلا عنده يعني نعم كتير جدا، مثلا صحة مثلا وفلوس و الى اخره. ففكرة ان احنا نربط الرضا مثلا بفئة معينة او نربط الرضا بناس معينة او كده، هي من اكبر المغالطات اللي موجودة حاليا، عشان الصورة النمطية دي نفسها اصلا غلط، وكلنا بنحس بعدم الرضا احيانا. ده يخلينا نسأل نفسنا، هل عدم الرضا هو السخط؟ الواقع هو مش كل أشكال عدم الرضا بتساوي سخط، لأن الفرق بين عدم الرضا وما بين هو يعني فرق الشعرة اللي في ده وده، لأن هو فعلا بيبقى ساعات أحيانا فرق مش ملحوظ. يعني خلينا نقول مثلا أنا صحيت في يوم، يعني مش هقول أنت بقى، أنا صحيت في يوم مثلا لقيت وزني زايد وزايد عن الطبيعي، يعني مثلا أكلت كتير فجيت قلت إيه ده؟ إيه الوزن ده؟ مش عاجبني انا، ايه اللي خلاني اوصل كده؟ انا بقيت تخين. فجيت كنتيجه لحاجه زي دي ان انا اتضايقت وقلت الموضوع في نفسي، وخدت قرار بقى ان انا المفروض اخس، تمام، وهاخد الخطوه ورحت اشتركت في جيم وبطلت مثلا اكل سكريات او ايا كان. تمام، انا هنا عملت ايه؟ انا هنا كان في حاجه مش عجباني، تمام، سواء في شكلي سواء في شخصيتي سواء في ايا كانت الحاجه. يعني مش محصوره في الشكل بس او مش محصوره في الوزن بس مثلا، لا، هي متمحوره، نفس الفكره متمحوره حوالين كل حاجه. انا قلت بس اضرب المثال بتاع الوزن ده عشان يبقى قريب شويه. فانت دلوقتي حاجه مش عاجباك، قررت او حددت ان هي مش عاجباك، وبعد كده خدت نتيجه لده ان انت رحت غيرت او حاولت ان انت تغير من الوضع اللي مش عاجبك، تمام، واشتغلت عليه وحسنته. يعني انت برضو مش ضامن النتيجة 100%، بس انت على الأقل خدت خطوة في الموضوع وحاولت ان انت تشوف حل. تمام. على النقيض السخط انت بتيجي مرة واحدة كده، اه تمام، انا مش عاجبني شكلي، ماذا بعد ذلك؟ ولا حاجة. طيب هتيجي اليوم اللي بعده، انا مش عاجبني شكلي، ماذا بعد ذلك؟ ولا حاجة. فهو السخط هي ما هي إلا عبارة عن ميكس جلد ذات على ميكس عدم رضا على ميكس حبة حاجات كده مالناش دعوة بيها. ده اللي يمكن يخلي السخط حاجة من الحاجات المكروهة عندنا، المكروهة وسط الناس. يقول لك يا ابني ما تسخطش، يا ابني ما احمد ربنا على اللي عندك، يا ابني مش عارف إيه كده. يعني هو فعلا فعل مذموم تأذيك نفسيا. ده النتيجة الوحيدة اللي هو انت بتستفيد منها. العيد الوحيد اللي هو راجع على وتهديف السخط نفسه اصلا معجميا. المعجم لما نجيب القاموس بتاع اللغة العربية ونبص كده على السخط فيما معناه هو الاستياء والتذمر. تمام، فانت تبقى ناقم على كل حاجة ومش عاجبك أي حاجة خالص، ومش بتحاول إن أنت تغير من الوضع. يعني أنت مثلا لو حاجة في إيدك إن أنت فعلا تغيرها، أنت ما بتغيرهاش، سيبها زي ما هي، ما بتجيش جنبها. أما بالنسبة للموقف التاني، إن نعم عندك عدم رضا بس أنت عايز توصل لمرحلة الرضا دي، فحبيت أشرح بس الفرق بين الحاجتين لأن هما فعلا متضاربين. أحيانا ما بنعرفش نميز ما بينهم، غير ان اصلا الحوار بتاع السخط ده او عدم الرضا هو مش بيولد حاجه غير ان انت بتكره نفسك، تمام، وغرب الذنب زي جواك. وابسط مثال برضه هيوضح الفكره دي الفيلم بتاع اكس لارج. تمام، مجدي لما كان بيحس ان هو تخين فكان بياكل تاني ويخن ويتخن، مع ان كان في ايده اصلا ان هو يخس من الاول. تمام، مجرد ان هو بس مش راضي عن الوزن اللي هو فيه او مش راضي عن الوضع اللي هو فيه، كان كل اللي عمله ان هو يعني خس وخلاص. فهي دي نفس ان انت دلوقتي وضعك مش عاجبك، تمام، اشتغل عليه، تمام، عشان توصل للوضع اللي يعجبك. بما ان عدم رضانا الحاجة هو اللي ممكن احيانا يخلينا نتحرش عشان نغيرها، فده ينقلنا لسؤال تاني وخلينا نقول، هل ان الرضا هو دافع ومحرك ولا نتيجة وهدف؟ هو الاتنين في نفس الوقت. وخلينا اضرب لك مثال صغير يوضح الفكرة. دلوقتي انا لما كان وزني مش عاجبني، تمام، فانا كده مش راضي عنه، فبالتالي اللي خلاني اتحرك واخد الخطوة ان انا ابدا اخس هو عدم رضاي عن شكلي. طيب انا دلوقتي ايه هدفي من ان انا مثلا رايح اخس؟ ان انا عايز ابقى راضي عن شكلي. بالتالي الرضا هو النتيجة والهدف في نفس الوقت، هو اللي حركك، او عدم رضاك عن الحاجة هو اللي حركك ان انت تروح تاخد الخطوة في حاجة معينة، تمام، وعايز ان انت عايز توصل لحاجة معينة، ان انت توصل لمرحلة الرضا عن الحاجة دي.
فخلاصة الرضا هو المحرك اللي يحركك لما تبقى مش راضي او مستوى رضاك عن حاجة مش احسن حاجة، ولما تغير من الحاجة بيبقى هدفك ان انت توصل لمرحلة الرضا في الحاجة دي. فعلا حاجة زي الرضا هي بيبقى مشاركة في قرارات كتيرة من حياتنا او تتحكم في طريقة تفكيرنا. طب طالما الرضا هو هي حاجة مهمة قوي في قراراتنا كده، فهو ايه طبيعته اصلا؟ او بمعنى اصح، هل الرضا مكتسب ولا كامن جوانا احنا او موجود جوانا؟ الفكره بتاعت الرضا ان هو عامل زي العضل، تمام؟ لما ما بتتمرنش كتير او ما بتتحركش كتير او ما بيتحملش عليها كتير، تمام، بتلاقي ان هي يتراكم عليها الدهون. جميل. لما بتروح بيها الجيم وترفع مثلا اوزان او تعمل حتى تمارين لو حتى في البيت، تمام، انت بتحس بتطور في العضله وبتحس ان البامب بتاع العضله كبر. فهي عضلة موجودة عندك. الرضا عامل زي العضلة الموجودة عندك، مرنت العضلة وخليتها تشيل أوزان وتبذل مجهود، تمام، هتلاقي النتيجة إن أنت البامب بتاع العضلة كبير، والعضلة أنت شايف نتيجة ده على العضلة. لكن هل أنت مثلا لو كلت فاست فود أو لو سكريات أو كل الحاجات دي، تمام، الدهون هتتراكم على العضلة وهتبقى انت مش عارف تستفيد من وظيفتها. حافظ على البامب بتاع العضلة بتاعتك عشان تحاول دايما يبقى راضي عن الحاجات اللي موجودة حواليك. ولو مش راضي عن حاجة معينة، فزي ما قلنا انت هتبقى محتاج ان انت بس تشتغل على العضلة شوية، تمام، بالتالي ان انت تغير من الحاجة اللي مش عاجباك دي عشان توصل للبامب، عضلة الرضا عندك تبقى كويسة. طب باين ان حاجة تاني، ازاي امرن العضلة بتاعتي؟ ده بيكون على خطوات كتير وبالتدريج، بالذات انت لو عندك كمية دهون كبيرة على العضلة متراكمة، فده هيصعب عليك الموضوع في الأول شوية، بس مجرد ما انت هتبدأ بس هتلاقي ايه، البامب رجع تاني. محتاج يبقى عندك تسليم كامل لله، وان هو امرك كله في ايده، وان اللي بيحصل لك سواء كان من خير او من شر فهو كده كده ده الاصلح ليك. ايه، مش تيجي من اول مرة زي ما انا قلت، وانا خير مثال على ده انها كانت في فترة حصلت كذا مواقف صعبة بالنسبة لي، تمام، فخلتني اللي هو لا انا مش راضي عن اي حاجه، حتى لو حاجه كويسه لا انا مش راضي عنها، مش حابب، لا مش عايز كل حاجه تتغير، عايز حياتي كلها تتغير، عايز من غير ما ابذل مجهود. بس مع مرور الوقت كنت بكتشف ان ده الاصلح ليا، وان ده فعلا الترتيب الصح للاحداث. كمان الحاجات المهمه بالنسبه لك عشان تهتم بالعضله بتاعتك، تحاول تشوف لمعطل نموها وتحاول ان انت تتجنب. انت الافضل ليك تكون ان انت مش راضي بس على الاقل تتحرك، تعمل اللي عليك، احسن ما تكون ساخط وقاعد في مكانك برطة ما بتعملش حاجة. وده يجيب السؤال الجديد، هل معنى انك بتمرن العضلة دي ان حياتك هتبقى مثالية او ان العضلة تفضل في البامب؟ او معنى تاني، هل الرضا ممكن يوصل ل100% ولا هو على طول مثلا ups and downs وهكذا؟ هي حياتنا كلها ups and downs، لا سيما حوار الرضا ده بالذات، ان هو انت دايما بتختبر ودايما بتبتلى في الحاجات اللي زي الرضا وزي القناعة. فدايما الرضا معرض ان هو يقل ويزيد، وده او الابتلاء ده اصلا بيجيلك عشان يبين لك هل انت فعلا صادق في المعتقد اللي عندك او في الحاجة اللي عندك دي، تمام. يعني لو ابتليت فيها هل فعلا هتفضل راضي؟ طول ما هي الحاجة معاك، تمام، انت اكيد هتبقى راضي، تمام. لما بتتشال عنك انت حالك بيتبدل وبتبقى غالبا مش راضي عن الحاجه دي. انا فاكر ساعه الموقف اللي حصل لي اللي كنت حكيت في الفيديو بتاع الغدر، هو كان موضوع كبير بالنسبه لي، كان اختبار، يعني اختبر عندي كذا حاجه، اختبر الصبر واختبر الرضا واختبر طبعا حاجات كتير. فهي الابتلاءات معمولة عن كده، ان انت هتختبر في الحاجات المسلمات اللي عندك. اول ما النعمة تتشال منك، تمام، انت هيبان عندك هل فعلا انت مؤمن بالحاجات دي وفعلا مسلم تمام التسليم لربنا، تمام، ولا مجرد ان انت بتدعي الحاجات دي ان هي طالما الحاجة معايا خلاص انا هبقى راضي كده كده، ولو اتشالت عني خلاص هبقى ساخط وتجيبني خان. فحاجة زي دي لازم تبقى حاططها في اعتبارك، ان انت العضلة عندك أحيانا ممكن يحصل لها زي تعب، يجيلها مثلا أحيانا إصابة، تمام، فتضطر إن أنت محتاج إن أنت ترجع للبرايم بتاعك، تمام، من خلال إن أنت تزود التمرين، من خلال إن أنت ترجع للعادات اللي كنت بتعملها وهكذا. أي بلاء أصلا هيجيلك، تمام، هو أكيد أكاد أوزن إن هو هيسيب أثر فيك، يا في شخصيتك، يا في صلابتك النفسية، يا في تفكيرك عموما. فهي برضه الابتلاءات ليها ميزة في حاجة زي كده. اي نعم ليها الضرر الصغير اللي بيحصل لك مثلا تزعل مثلا او كده، بس في الاخر بتعود عليك بنفع، ويمكن نفع اكتر من الضرر نفسه. ده برضو ينقلنا لسؤال تاني، هل رضاك
بيقل مع مرور الوقت او كل ما تكبر سخطك بيزيد، هي الفكرة اشبه بحرف يو. فبيبقى عندك معدل الرضا اعلى معدل هنا، تمام، وبعد كده يفضل يقل 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 يقل، وبعد كده يرجع يزيد تاني، انت ترجع تكبر. انت طبعا انت صغير انت مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، بالنسبة لك ان انت راضي عن كل حاجة ومش بتفكر في حاجة زي كده، وشايف ان كل الحياة وردي وما في حاجة خالص. يعني يوم ما يبقى اليوم سواد بالنسبة لك ان انت مثلا ما تلعبش على الكمبيوتر مثلا، فكرنا عن الرضا واحنا صغيرين لان احنا كده كده مش حاطين في اعتبارنا حاجة. بس طبعا كل ما بنكبر بنكتشف لا بندرك الحاجات اللي حوالينا اكتر، وبندرك الدنيا اللي حوالينا اكتر. وعلى سبيل المثال اكبر مثال على حاجة زي كده، انت وانت صغير انت كنت بترتب على المدرسة، تمام، لو تفتكر يعني كنت تحط في لوحة الشرف، لكن انت دلوقتي يعني بتقول يا رب عدي المادة. فهي فعلا بتختلف بمرور الوقت، تمام. وانت مثلا وانت اهو صغير، تمام، كنت في لوحة الشرف، تمام، فده بالنسبة لك طبعا حاجة انت راضي عنها او راضي عنها حاليا. سيبك من منظورك بقى وقتها، انت كده كده مش فاهم حاجة. منظورك انت حاليا، تمام، انت كنت راضي عن حاجة زي دي دلوقتي في وقتها، لكن انت دلوقتي مش راضي عن اللي انت مثلا درجاتك قليلة او مش بتذاكر زي زمان. دايما بيجي لنا شعور اللي هو انا يا ريت اذاكر زي زمان، انا كانت مذاكرتي احسن من كده بكتير، انا ايه اللي وصلني اللي انا فيه. كمان الرضا من الحاجات الحساسه للعوامل الخارجيه اللي زي مثلا المقارنات او ثقتنا في نفسنا او راي الناس عننا. فلو هنتكلم عن السوشيال ميديا والمقارنات، كده كده كنت اتكلمت عنهم في فيديوهين منفصلين. كان الفيديو بتاع يا ريتني، الفيديو بتاع هحارب دماغي، لو ما شفتهم روح شوفهم. بس ايه بقى علاقتهم بموضوع الرضا، او انا ليه بجيب سيرتهم دلوقتي؟ طبعا السوشيال ميديا زي ما انت عارف طبعا ان انت بتفتح تلاقي كل الناس بتعمل انجازات، كل الناس ما شاء الله حياتها وردي، كل الناس حياتهم عبارة عن جنة ما فيهاش اخطاء، ما فيهاش تعب، ما فيهاش زعل، ما فيهاش اي حاجة خالص. وده من عيوب السوشيال ميديا او من ابرز عيوبها، ان هي بتصور لك حياة غيرك على انها جنة، رغم ان انت مثلا لو طلعت او لو بصيت كده، لو مثلا اكدنا لك عين جوه حياته، لما وجيت تبص عليها، لا انت هتقول لا الحمد لله على حياتي انا مش عايز. بس انت كنت عايز الحاجات اللي ظاهره، بس انت دلوقتي لما عرفت الحاجات اللي في الباطن، انت ادركت ان انت لا انت في نعمه، في نعمه كبيره. طبعا انت بتفتح من هنا وتلاقي عندك شيشي واحد عنده 17 سنه عمل مليون جنيه، ايش مش عارف واحد بيستعرض عربيته البورش ولا البي ام دبليو الجديده، هو اصلا جايبها بالتداول وعايزك تشتري الاعلان بتاعه او الكورس بتاعه. بس مش هتناقش في الحته دي. كذا شكل من اشكال المقارنات، سواء مقارنات ماديه او مقارنات اجتماعيه سيئه. انت لو عضله الرضا عندك حاله دي مش في الفورمه، انت هتيجي في مره واحده وتلاقي نفسك بقيت ساخط، ساخط على شكل حاجه في حياتك، ساخط على مثلا شكلك، ساخط على مستواك المادي، ساخط على حاجات برغم ان انت ممكن في نعم عندك. هو الشخص اللي انت بتقارن نفسك بيه ده هو محروم من النعمة اللي عندك دي. بس دماغنا اتعودت على الاكستريم في كل حاجة، الاكستريم في الاكل، الاكستريم في الشرب، الاكستريم في العربيات، الاكستريم في الفلوس، الاكستريم في كل حاجة. لو تاخد بالك اصلا انت ابرز الفيديوهات اللي بيجيب فيوز اللي بتلاقيهم مثلا يقول لك هاكل 100 شطة بعد كل جلسة سوشيال ميديا. ده اساسا انا كده كده بحسه وانت بتحسه واحنا عارفين مش خايف على بعض. انت بعد كل جلسة سوشيال ميديا انت طبعا بتلاقي نفسك مخنوق ومحمل نفسك حمل جبل. اللي انت بتحس بيه ده بيراكم دهون على العضلة وبيها مش في الفورم. ده اللي انت ممكن ابرز احد اكبر النعم عنك، انت بعد ما كنت راضي عنها 100% انت بتلاقي نفسك بقيت ساخط عليها، مش شايف ان هي كافية بالنسبة لك وانت عايز حاجة احسن منها. نتنقل لنقطة تانية اللي هي ثقتنا في نفسنا ورأي الناس عننا. بس ده قبل ما اشرح الحوار ده انا هتكلم عن حاجه شخصيه عني شويه، ما بتكلمش فيها كتير عموما، حتى بعيد عن الفيديوهات ما بحبش اتكلم فيها. انا الحمد لله طبعا من الناس طويله القامه شويه، يعني 190 وانت طالع. ف... فدي انا شايفها حاجه بالنسبه لي حاليا او مؤخرا، يعني انا شايفها بالنسبه لي حاجه نعم، ميزه بتميزني، تمام. واحد ميزته مثلا عنده شعر ناعم، واحد عنده ميزته مثلا عينيه ملونه، انا ميزتي الطول. لو رجعت للزمن لنفسي بقى، انا رجعت كده لنفسي انا زرتها من 10 سنين، كنت هلاقيها ان هي لا هي مش راضيه بحوار الطول ده ومش عاجب. فعلا انا كنت ساخط على الموضوع ده وانا صغير، ما كنتش راضي عن طولي اطلاقا. وده كان لسبب واحد، راي زمايلي عني، او خليني اقول مثلا ان هم كانوا واخدينه ماتيريال للضحك. ده كان مسبب لي يعني زي ثقل مثلا. مش عايز ابقى دراما قوي واقول ده تنمر ومش تنمر ولا للتنمر والحاجات دي، انا يعني مش هكبر الموضوع قوي. الحوار كان بيضايقني،
تمام، كان مخليني ساخط على حاجة مميزة عندي. برضه شاهد هنا ان انت مجرد رأي الناس عنك خلاك تهز ثقتك في نفسك، بالتالي تكون مش راضي عن الحاجة اللي اصلا هي يعتبر ميزة ليك انت لوحدك، ربنا اختصك بيها. فخلاصة الموضوع ان رضاك عن الحاجة محدش ليه حكم فيها ان هو يقول لك دي تمام ارضى عنها او دي ما ترضاش عنها، لان حياتك وغير حياة غيرك. فانك تحط نفسك في مقارنة معاه تمام، او ان هو يدي لنفسه الحق ان هو يتحكم في حاجة زي كده، هي مش من حقه دي اولا، وانت مش من حقك تحط نفسك في مقارنة مع غيرك، ان هي مش هتبقى فير ولا ليك ولا ليك. رغم اني برضو بقول ان احنا ما نخليش كلام الناس او مقارنتهم لينا تأثر علينا تمام، الا ان في فخ صغير برضو ممكن تقع فيه، انك لو قفلت ودانك تماما وما سمعتش اي حاجة من الحاجات اللي هي العوامل الخارجية دي. على النقيض لو عملت حاجة زي كده، انت بيجيلك حاجة اسمها الرضا الوهمي، اللي هو تبقى انت بتقول مثلا انا حالي كويس، انا شايف ان انا حياتي ما شاء الله كويسه، وان انا لا انا بأدي كويس وعامل كل اللي عليا وفعلا مش شايف ان انا ناقصني حاجه و الى اخره. فده بالنسبه لك بيمثلك اصلا شعور وهمي من الرضا. طب انت ممكن اصلا تكون الدنيا عندك بايظه وحاجه ما يعلم بها الا ربنا، لا انا فعلا حياتي كويسه وشايف ان انا مش محتاج ان انا اسمع راي الناس، لا انا اكتفي براي نفسي. لا طب ما انت نفسك اصلا بتضلك يا اسطى طبعا ده. بس برضه احب اذكر ان انا اي نعم ما نهتمش براي الناس فينا، بس لو تعليقات فعلا كترت من ناس كتير سواء غريب او قريب او ايا كان تمام، ده يديك انذار تمام، او خليك تلفت نظرك ان انت لا في غلطه هنا. انت لو راجع عن حاجه معينه مثلا وكذا حد ما كان معلق عليها وقال لك ان دي مثلا كده عدلها مش عارف ايه، فانت لا انت كده عيد النظر تمام في الفعل بتاعك ده او في الصفه اللي عندك دي تمام، وحاول ان انت تتأقلم او تحاول ان انت تحسن منها من خلال وجهة نظرك انت برضه. ما تفهمش من ان انت حد يقول لك حاجه تعملها تمام، انت برضه حاول ان انت ت- تنقد آرائهم وانت تفكر فيها، ما تاخدهاش كمسلمات اكيد، وتشتغل في الجزئيه ان انت تحاول برضه تصلح من الجزء ده فيك، وما تسدش ودانك وتقول انا لا انا صح وهم غلط وانا راضي عن الحاجات اللي عندي دي، او مثلا عن الاخطاء اللي فيا. لازم تبقى ماسك العصايه من النص وتحاول تعمل البالانس ده لما تقعش في فخ الرضا الكامل او فيما يعرف برضو بالغرور. تقول لي مال دي بدي يا عم، انت كبرت الموضوع ليه؟ هو موضوع كبير فعلا ولوحده اصلا عايز له فيديو تفرش له كامل، وكان اصلا لوريستي كان عمل فيديو عليه كان تحفه الصراحه. انا هذكر بعض النقط اللي تهمنا احنا هنا في الفيديو. الرضا المكتسب من خلال وهم او حاجه مش موجوده ممكن يولد عند صاحبه احساس هو لا انا كويس، انا كل حاجه عندي تمام، انا زي الفل، انا زوج بالتوب، انا ان زي ما يكون هو مش بيغلط. كامل المكمل ما فيش منه اتنين. لو هشبهه بفكره العضله اللي احنا بنناقشها من اول الفيديو، انت لما بتروح الجيم بتلاقي نوعين من الناس هناك، نوع بيقولوا عليهم طبيعيين، نوع بيقول لك مش طبيعيين او هرمونات. طبعا بتوع الهرمونات دول بيفضلوا يحقنوا في العضل بتاعهم هرمونات وتيرون وحاجات غريبه كده عشان يسرع من نمو العضله بتاعته. طبعا الظاهر قدامه ان هو طبعا كبر العضله بقى وكده وبقى راجل فورمه ومفيش منه اتنين، عمل عضلات في وقت قياسي ومحدش قده، وان الطبيعي ده لا سيبك منه مش لازمه وهياخد وقت على الفاضي. هو في الظاهر ان هو كبر العضلات عنده وبقى فعلا فورمه وكل حاجه، بس في الباطن هو دمر جسمه من جوه، دمر الكبد ودمر كلى ودمر الرئه ودمر كل حاجه، دمر هرمونات ودمر كل حاجه. فهي نفس الفكره، انت لو عندك الرضا الوهمي ده اللي انت بتفضل تنفخ في نفسك، تنفخ تلاقي نفسك الشعور ده او اللي انت فاكره ان هو رضا اتحول معاك لغرور. والغرور طبعا احنا عارفين سكته، لكن الاحسن ليك طبعا ان انت تتمرن تمرين طبيعي، تحاول ان انت تحافظ على العضلات وتحافظ في نفس الوقت على نفسك من جوه تمام، او الاعضاء بتاعتك من جوه عشان في الاول والاخر انت اللي هتدمر نفسك. عشان كده بيقول لك خير الامور الوسط، ان انت تبقى اكستريم في حاجه ولا تبقى تقلل من اي حاجه. انت اسعى وغير من نفسك من غير ما تسقط على حالك ومن غير ما تدي لنفسك البنج. بس هنا يعتبر الفيديو بتاعنا خلص الحمد لله. وهو يمكن انا كنت كاتب اكتر من كده او في اسئله كتير اصلا انا كنت كاتبها وانا بحضر، بس ما قلت ان انا اكتفي بدول عشان الفيديو ما يطولش زيادة عن اللزوم. ده من الفيديوهات اللي انا راضي عنها الصراحه. فلو وصلت لحد هنا بحب اشكرك جدا جدا جدا، وطبعا ما تنساش اللايك والسبسكرايب. برضه لو عجبكم الفيديو وحابين ان احنا مثلا نعمل جزء تاني نجاوب على الاسئله اللي انا تجنبت ان انا اجاوب عليها عشان الوقت يعني،
لو حابين نعمل جزء تاني ما عنديش مشكلة، قولوا لي في الكومنتات، او لو لقيت التفاعل على الحلقة دي كتير قوي يعني هعمل ان شاء الله جزء تاني واجاوب فيه اسئلة او نكمل نقاش يعني. برضه لو عندكم اسئلة عايزين تحطوها في الكومنتات حطوها يعني. وبس كده، السلام عليكم.